مهلبية اللبن المكرمل معايا النهاردة. المهلبية دي يا جماعة بتتقدم في المطاعم والكافيهات بأسعار مهولة جدا. تعالوا بقى هنعملها النهاردة بأقل التكاليف معايا وبنفس الطعم معايا ما شاء الله. هنعملها بمكونات من البيت وسهلة وموفرة جدا. أول حاجة معايا كيلو من اللبن الحليب، حطيت عليه كوباية صغيرة من السكر، وكمان حطيت 3 معالق كبار من الدقيق و3 معالق كبار من النشا، وبقلب كل المكونات كده مع بعض على البارد، اتأكد ان هي اتخلطت كويس جدا معايا. وبعد كده بحط عندي باكت من الفانيليا طبعا علشان يعزز الطعم جدا معايا، اللهم بارك. وبعد ما اخلطهم كويس جدا معايا بحطهم عندي على نار هادية جدا يا جماعة، اسيب الخليط يتقل معايا ويكون كريمي جدا ما شاء الله. شايفين حضراتكم ادي بكل سهولة جدا عملنا معايا اول خطوة. تعالوا بقى نشوف تاني خطوة وهي اهم حاجة معايا النهاردة. عندي هنا صينية فاضية خالص بحط فيها مقدار 3 معالق كبار من السمنة، اي نوع سمنة متوفر عندك بعمله عندي. بعمل السمنة بالفرشة معايا في الصينية في كل الجناب ما شاء الله. دي اهم خطوة معايا النهاردة يا جماعة، وهي دي اللي بتطلع لك مهلبية اللبن المكرمل او البودنج معاكي ما شاء الله. شايفين حضراتكم بسهولة جدا، اللهم بارك. هدهن عندي طبعا الصينية بالشكل ده والجناب معايا، وخليط المهلبية معايا بيستوي ويتقل عندي على نار هادية جدا، اللهم بارك. شايفين بقى الخطوات سهلة جدا. وبعد كده على السمنة بجيب عندي نص كوباية صغيرة من السكر. دي خطوة مهمة جدا يا جماعة اللي بتخلي معاكي المهلبية مكرملة جدا. ادي نص كوباية من السكر برشها عندي كده بقى ايه على السمنة بالشكل ده. شايفين حضراتكم الخطوات مظبوطة جدا وسهلة وهتعمليها في ثواني، اللهم بارك. ادي فردت عندي نص كوباية من السكر الصغيرة، اللهم بارك. وعندك بقى عايزة تعزيز الطعم كمان، انا حطيت عندي رشة صغيرة كمان من القرفة علشان تخلي طعم الكراميل معايا خطير جدا يا جماعة، اللهم بارك. شايفين طبعا حاجة كده بسيطة وفعلا هي بتبقى جميلة جدا، اللهم بارك. خصوصا بقى لما بتدخليها عندك التلاجة بتبقى طعمها مميز جدا وحاجة كده ترطب على القلب. وكده بقى المهلبية معايا استوت وبقت خطيرة جدا، اللهم بارك. بعملها عندي كده بالمضرب كده تقلت معايا ازاي يا جماعة. شايفين الخليط معايا كريمي جدا والخليط معايا ممتاز، اللهم بارك. هنا بقى صب عندي الخليط بالشكل ده على السكر بالسمنة. ليه انا حطيت سمنة في الاول؟ علشان السكر لما يجي يتكرمل معايا مش يتحروق يا جماعة. السمنة بتحمي السكر معايا من ان هو يتحروق معاكي، اللهم بارك. بيبقى طعمها مميز جدا، تاكلي كده مهلبية كده بالكراميل بتبقى مميزة ما شاء الله. هنا بقى ظبطت عندي الصينية بحطها عندي على نار متوسطة جدا. مش تقلقي بقى من شكل الفقاعات اللي بتتعمل دلوقتي دي على النار، وكل شوية بحركها كده من الجناب علشان السكر يتكرمل معايا كويس جدا معايا ما شاء الله. كل شوية بقى بحركها كده على جنب التاني كده كل شوية ما شاء الله. وبعد بقى ما استوت معايا واتكرملت معايا بعرف ان هي استوت ازاي. شايفين الجناب البني دي يا جماعة؟ يبقى كده السكر اتكرمل معايا كويس جدا كده معايا. اسيبها تبرد تماما عندي على الرخامة، وبعد كده بحطها عندي في التلاجة لمدة 4 ساعات بتطلع مميزة جدا جدا. هبدأ دلوقتي أقطعها معايا مربعات كبيرة مش صغيرة علشان طبعا طريقة التقديم معايا هتبقى مميزة جدا جدا ما شاء الله. شايفين حضراتكم ادي بكل سهولة جدا. تعالوا بقى على ما نقطعها كده نذكر الله عز وجل وذكر المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب كده يجمعنا جميعا مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ويسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمع بعدها أبدا يا رب العالمين. دلوقتي بقى هنطلع معايا أول قطعة معايا وهنقدمها دلوقتي زي المطاعم بالظبط. سهلة وبسيطة جدا ومفيش أي حاجة صعبة، مش تقلقي منها خالص. شايفين حضراتكم ادي أول قطعة معايا دلوقتي، اللهم بارك. بروح طبعا حطها عندي بالشكل ده وبالسكينة بعملها عندي رول ما شاء الله. شايفين بسهولة جدا خلصناها دلوقتي. عملنا دلوقتي أحلى طبقة سكر مكرمل معايا خطيرة جدا وطعمها مميز وهتعمليها في أي وقت.
هنقدم بقى كل رولات المهلبية التركي المكرملة معايا دلوقتي في الطبق، وهوريكم أكتر من مرة طريقة التقديم. يا جماعة هي دي الطريقة الأصلية اللي بتتقدم بيها المهلبية معايا النهاردة، جميلة جدا وطعمها مميز، وادي سهلة وبسيطة وما خدتش ثواني يا جماعة، غير بس وجودها في التلاجة معايا لما تجمد معايا ما شاء الله. شايفين حضراتكم ادي بكل سهولة. يا ريت تقولولي بتحبوها ازاي في التعليقات. وادي بقى اجمل قطعه معانا النهارده، تعالوا بقى نقدمها كويس جدا معايا كده بالشكل ده. ادي يا جماعه بتتقدم معايا بالشكل الجميل ده ما شاء الله. خلصنا كده بقى وصفتنا الجميله المميزه معايا النهارده. يا رب كده بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب العالمين. يا رب يجعلنا من احباب الله عز وجل واحباب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اتمنى من حضراتكم تدعموني على صفحتي على اليوتيوب، ويشرفني جدا وجودكم معايا يا أحلى إخوات في الصفحة البسيطة والمتواضعة. وآدي بقى أجمل تقديمة للرولات المهلبية المكرملة. شايفين يا جماعة طبقة الكرملة مميزة جدا، ويا رب كده تعجب حضراتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.